الحلقه ديال اليوم على بعد يومين من المباراه اللي المنتخب الوطني المغربي غادي يوجد بها ان شاء الله لكاس العالم. المغرب كونتر المنتخب ديال الاكوادور، اللي من بعد كذلك غادي تكون مباراه مع المنتخب ديال باراغواي. اول ماتشات اللي غادي يكونوا من بعد الغياب اللي كان في اخر ظهور للمنتخب الوطني المغربي من الكان، مع مدرب جديد مع طاقم جديد اللي بقاو بعض الاطقم التقنيه اللي كانوا مع وليد الركراكي، بقاو مع محمد وهبي، منهم مدرب الحراس، منهم كذلك محلل الاداء ومحلل الفيديو موسى الحبشي وهاريسون كينغستون، في ظل انه كان تغيير بزاف على المستوى ديال الطاقم. كمساعد ساكرامنتو، كذلك غادي يكون كمساعد ثاني يوسف حجي، ناس اللي عندهم الصراحه واحد الكفاءه اللي بينوا عليه في التجارب اللي كانوا قبل، اللي من شأنهم على انهم يعطيو واحد الاضافه للمنتخب الوطني المغربي ويعاونوا محمد وهبي ويدفعوا به باش انه يقاد لنا فرقه وتشكيله اللي تكون مزيانه لهذا التوقف الدولي هذا، اللي من خلالها تكون واحد بروفا اوليه واعداديه قبل المباريات الوديه اللي تكون قبل ايام من انطلاقه ديال كاس العالم اللي تكون ان شاء الله في الصيف، اللي غالبا المنتخب الوطني المغربي يقدر يلعب مباراه وديه قبل من البدايه ديال كاس العالم في شهر 6 مع المنتخب ديال النرويج. اذا اول تربص مع غادي تكون اول مباراه، وكذلك مع غادي تكون اول تشكيله المحمد وهبي اللي عنده الصراحه واحد الخيارات اللي موسعه وخيارات اللي مزيانه باش انه يقاد منهم تشكيله. وحنا هنايا غادي نديروا توقع للتشكيله، ماشي التشكيله اللي كنتمناها كواحد محب للمنتخب الوطني المغربي، نديروا توقع للتشكيله ومعها غندرسوا الخيارات المتاحه لمحمد وهبي، ومعها حتى نتوما غادي تشوفوا بانه اي واحد منا يقدر يخرج جوج تشكيلات، ثلاثه ديال التشكيلات مختلفين كل واحد على الاخر، وكاملين يقدروا يكونوا مزيانا، فضل انه من الاصل البنيه والتركيبه ديال اللائحه في الاصل مزيانه. الا كان شي شويه ديال الاختلاف ممكن انه يكون اختلاف في اسم ولا جوج ديال الاسماء، منهم مثلا يانس بقراوي في القلب ديال الهجوم اللي كيجتهد، وكذلك منهم اللاعب عمران لوزه ديال واتفورد، علما انه ما عمل اللي كيلعب معاه في نفس الفرقه، اللي كيعرفوا محمد وهبي وكيعرف صحابه اللي معاه مثلا جسيم مثلا باعوف ومثلا الزابيري، فهو عنده اصابه نتمنوا ان شاء الله يرجع. ففي الاصل ملي كتحط لائحه مزيانه كتسهل عليك انت كمدرب دير تشكيله الف تكون مزيانه، وحتى البدلاء اللي كيكونوا مزيانين قرابين لهم بنفس المستوى، حتى لو حلتي ولا تبليسه لك شي لعاب كتدخل البديل ديالو كيعاونوك وكيمشي لك الماتش من دون اي تاثر، ما كيكونش عندك واحد التاثير في الفرقه، وانت كمدرب ما كتخافش انك تشونجي. فبالنسبه للائحه من طبيعه الحال هي هذه لائحه اللي تبارك الله مزيانه الصراحه. كيف ما قلت نقدروا نخرجوا منها جوج ديال التشكيلات الاز، وجوج ديال التشكيلات تقريبا ما كاينش فوارق ما بين الاولى وما بين الثانيه، بجوجهم يكونوا مزيانين. فلهذا غادي نبداو ندير التوقع ديالي، والتوقع ديالي غادي يكون مبني على شنو يقدر يلعب به محمد وهبي، ماشي شنو انا كنتمنى. فباش ما نطولوش نبداو بالحراس ديال المرمى. بونو من دون اي نقاش، ياسين بونو حارس اللي يكون في الشبكه. لاكس سونترال كاينين بزاف ديال اللعابه اللي الصراحه مزيانين. نعطيكم غير واحد المعلومه، ايت بودلال الزابيري ما يكونوش في الماتش الاول، وحاليا الفرقه ديالنا شدات الرحال ديالها نحو اسبانيا، وايت بودلال والزابيري هبطوا يلعبوا في المنتخب المغربي الاولمبي اقل من 23 سنه، راهم لاعبين دابا مع الكوت ديفوار، فما يكونوش في المباراه الاولى. يعني الا ما حطيتهمش عرفوا بانهم راه غير ما كاينينش. يعني محمد وهبي بالقرار ديالو انه خداهم معاه في التربص، ولكن في المباراه الاولى خلاهم يكونوا مع الفريق الثاني المنتخب ديال الاولمبي اللي هو الفريق ديال الامل ليسبوار. اذا شنو كيبقى عندنا؟ كيبقى عندنا عيسى ديوب، اسماعيل باعوف، شادي رياض، رضوان حلحال. لاكس سونترال الصراحه اللعابه راه كاملين النيفو ديالهم مزيان، نيفو متقارب، غير هي كاين واحد شويه ديال التجربه. الجوج ديال اللعابه اللي هما اللي نقدر انني نحطهم في تشكيله 11 حسب شنو ممكن انه يدير وهبي. عيسى ديوب لعاب ديال فولهام، ما كيلعبش كرسمي فولهام ولكن كيدخل مره، ولكن الدوري الانجليزي الممتاز الايقاع اللي كيلعب فيه كيلعب مره 29 سنه، عنده تجربه، فكنتوقع على انه يقدر يبدا به في الماتش الاول.
حداه ممكن انه يكون باعوف، ممكن يكون شادي رياض، ممكن انه يكون رضوان حلحال. ولكن باش نحافظوا على ديك الثنائيه اللي مبنيه ديال الدوري الانجليزي، واحد رجع في الفورما دابا اللي كيلعب في كريستال بالاس كيلعب بالكوشيه، وسفيان ديوب اللي كيلعب في اليمنيه في فولان في الدوري الانجليزي الممتاز. ف نقدروا نحافظوا على هذه الكومبينيزون تكون مبنيه على جوج لعابه، واحد يمني وواحد كوشي اللي كيلعبوا بجوجهم في الدوري الانجليزي، مزيانين بجوجهم في العمليه ديال البناء، بجوجهم مزيانين في العمليه ديال الرقابه، بجوجهم مزيانين في العمليه ديال التغطيه، بجوجهم مزيانين سواء في الارض سواء في الالتحامات الهوائيه. فنشوفوا في هذا التربص هذا كاين بعض المراكز في المنتخب الوطني المغربي وهبي براسو خصو بحال اللي يدير لهم تجريب لاول مره، وممكن انه يعطينا تشكيله في الماتش الاول وتشكيله مخالفه للماتش الثاني، خاصه في المراكز اللي ماشي كونفيرمي، المراكز اللي فيهم شك، اما المراكز اللي مثلا فيهم حكيمي، مزراوي، دياز، فربما هذوك يكونوا عليهم استقرار، في ظل انه المراكز الاخرى خصو يجرب هذا اللاعب واللاعب اخر ويشوف شنو ممكن انه يعطينا. نمشيو للعابه ديال الاظهره. حكيمي في اليمين، في اليسار نصير مزراوي، مع العلم انه كاين بزاف ديال الاختيارات، انس صلاح الدين، سفيان الكرواني، زكريا الواحدي، ولكن غالبا غادي يمشي بالثنائيه دابا ديال حكيمي ونصير مزراوي. الثنائيه اللي مزيانه منسجمه، العطاء ديالها مزيان، اذا كخط الدفاع هو هذا. نمشيو للعابه ديال الميليو تيرا. كاين بزاف ديال اللعابه اللي تقريبا ما بين وسط ميدان دفاعي ووسط هجومي، او بالاحرى دابا مع محمد وهبي التركيبه الكومبوزيسيون ديال اللعابه ديالنا غادي تولي مختلفه على الكومبوزيسيون اللي كانت كتحط مع وليد ركراكي. كنا كنحطوا شكل استراتيجي مكون من 4-1-4-1 او 4-3-3، البيفو وكيكون واحد وقدامه جوج ديال اللعابه. دابا غادي يكون اختلاف تام ما بين ما هو اللي كان كيتحط مع وليد ركراكي ودابا اللي لعاب اللي ضامن بلاصتو سير غادي يلعب. عندنا هو نائل العناوي في هذا البوست هذا. شكون اللي ممكن انه يكون معاه؟ واش ممكن انه يكون سمير مرابط اللي كيقدم خدمه مزيانه في ستراسبورغ الا كان معاه مزيان؟ شكون واش ممكن انه يثيق في لاعب بحريمات نظرا للتجربه ديالو، نظرا للكره اللي لاعبها، نظرا لانه 4-2-3-1 كيعرف يلعب بها مزيان؟ فحنا في اطار التوقع انا كنتوقع على انه ممكن يعطي فرصه لرابح حريمات في 4-2-3-1 يكون هنا بهذا الشكل هذا. غادي تكون مزيانه. وحتى الاخوه اللي عندهم اختلاف معايا اللي يقولوا ربما يعطي فرصه المرابط هنا غادي تكون مزيانه، وحتى الاخوه اللي كيقولوا اناحي ممكن يكون هنا راه غادي تكون مزيانه. دراري اللي مزيانين، يعني هذا علاش قلنا بانه في اللائحه عندنا واحد التقارب ديال المستوى، وهذا التقارب الاولى غادي تعطيك تنافسيه ما بين الدراري. اللي دخل غادي يقول انا خديت فرصه خصني نعض فيها، سيرتو المراكز اللي ماشي كونفيرمي، اما مثلا بحال نصير مزراوي، بحال بونو، بحال حكيمي، بحال نائل العناوي. راهم في واحد الوضعيه ديال انه ما عندهمش منافس اللي ممكن انه يحيدهم، يعني عندهم هما الاولويه، حيت النيفو اللي كيلعبوا فيه والمستوى والتجربه كتفرض انك تلعبهم نظرا للمستوى اللي كيلعبوا فيه، زائد العطاء ديالهم مع ليكيب ناسيونال ملي كيلعبوا. بقيه المراكز غادي يكون فيهم واحد التنافس حاد اللي في المصلحه ديالنا. مثلا هنايا راه حطيتي باعوف وحطيتي رضوان حلحال، راه ما غاديش تكون خايبه، غادي تكون مزيانه. حطيتي ثنائيه ديال باعوف مع شادي رياض غادي تكون مزيانه، باعوف مع عيسى ديوب غادي تكون مزيانه، حلحال مع شادي رياض غادي تكون مزيانه. هذا التقارب ديال المستوى غادي يخلي المدرب اول حاجه راه في حيره من الامر ديالو، ولكن الباطن ديالها راه مزيان. علاش؟ اي لعاب واحد النهار ما كانش موجود، تبليسه وما عرفتش الايام شنو تعطيك، وحتى في التظاهره مغلقه كيكون المشاكل ديال الاصابات. راه نتايا دابا عندك الوفره ديال اللاعبين بواحد الجوده، اي لاعب لعبتي غادي يكون مزيان. اذا انا كنشوف بانه الثنائيه ديال حريمات نائل العناوي هي اللي تبدا في البدايه تكون بحال هكا في اول ماتش ديال المنتخب مع وهبي. العشرة كاين ثلاثه د اللعابه اللي ممكن انهم يلعبوا العشرة، ونقدروا نقولوا حتى الاربعه اللي منهم دياز البروفيل ديالو ممكن يلعب لك حتى 10. اذا البوست ديال العشرة واش نلعبوا هنا الصباري اللي لعب يكون مزيان،
خنوس الى لعب يكون مزيان، دياز الى لعب يكون مزيان، أناحي الى لعب غادي يكون مزيان. شنو ممكن انه وهبي يعطينا؟ فنشوف نتوقع لانه العشرة غادي يكون فيها أناحي اللي كيلعب حتى 10 في فرقته في جيرونا كيكون مزيان، إيلي دروا دياز، إيلي غوش الزلزولي، واتاكون دو بوينت ايوب الكعبي، اللاعب اللي كنشوفوا انه الاقرب باش انه يلعب في التشكيله 11 الاولى ديال محمد وهبي. من طبيعه الحال الاخوه هذا توقع، كاين الاخوه اللي منكم يكونوا مختلفين معايا، وعادي جدا في ظل انه اول ماتش ديال المدرب ما عرفنا شنو التفكير ديالو. حاولت انني نقرب شنو كيفكر هو انطلاقا من التجربه ديالو مع المنتخب المغربي ديال الشباب. وهذا التركيبه هذه راه من طبيعه الحال حتى لا بدلتيها راه يجوز تبدلها في ظل انه كاين تنافسيه وتقارب ديال المستوى ما بين لاعب ولاعب اخر في ليكيب ناسيونال، فغادي تكون مزيانه. وصراحه كنشوف 4-2-3-1 على هذا الشكل ما خايباش، مبنيه على اللعابه اللي كواريه، اللعابه اللي كيلعبوا كره مزيان برجليهم. ميليو تيران فيه نائل العناوي كيخرجها مزيان، ربيع حريمات ولو تحت الضغط كيخرجها مزيان، عز الدين أناحي اللعاب اللي كيتجاوب مع دوك المثلثات اللي يبداو يتخلقوا لينا في التشكيله هذه، اللي هي التشكيله دائما كتكون مبنيه على لي تريونغل، فكامله الا جزأتي التشكيله هذه كامله بنيه على مثلثات. ملي كتبدا الكره وهي مبنيه على مثلثات، في العمليه ديال البناء من اول خط راه كتكون مبنيه على مثلث ديال الحارس وجوج ديال المحاور. الا مشات الجهه ديال البناء كتولي مبنيه على مثلث ما بين المحور والظهير، وكذلك اللعاب ديال وسط الملعب بيفو اللي كيكون في اليسار. الا بديتي تبني على الجهه المعاكسه في اليمين كيولي لك ابوي لك تريونغل مبني على المحور ديال اليمين والظهير ديال اليمين، وكذلك البيفو اللي قاسم التيران في الجهه اليمنى. دزتي الشطر الثاني من العمليه ديال تطوير هجمه كيولي لك مبني مثلث في الميليو تيران ما بين لي بيفو ووسط الملعب الهجومي على هذا الشكل هذا. مشيتي في العمليه ديال تطوير الهجمه من الجهه المعاكسه ديال اليسار كيولي لك المثلث مبني ما بين وسط الملعب الدفاعي البيفو ديال اليسار والجناح الايسر والعشرة. مشيتي للجهه المعاكسه كيولي لك عندك البناء عاوتاني من هذه الجهه هذه كامله. حتى في البناء، لا في البناء لا بغيتي تبني من الجهه المعاكسه من التحت من اول خط كيكون عندك تريونغل على هذا الشكل، هو نفسه كيكون هذا. فكامله مثلثات اللي من طبيعه الحال غادا تعاوننا وتعاوننا بواحد الشكل كبير. فكامله مثلثات والمستوى اللي كيلعبوا به الدراري ديالنا والعطاء اللي كيلعبوا به، فهاد لي تريونغل اللي يخرجوا لنا داك المبدا ديال الرجل الثالث نوليو مزيانين فيها. ايوب الكعبي كذلك كيشكل لك مثلث في اي جهه تلعبات فيها الكره، اي جهه مشات فيها الكره كيولي كيشكل فيهم مثلث. فالتشكيله اللي زوينه الصراحه، وكنا محتاجين في واحد الوقت اللي ولينا كورقه مفتوحه ككتاب مفتوح للمنتخبات، خاصه من بعد الحقبه والنهايه والنجاح ديالها في هذيك 4-1 في كاس العالم المونديال ديال قطر. من بعد ولينا كتاب مفتوح، ما نوعناش، ما درناش لي بلون. فدابا غادي ندخلوا لكاس العالم ان شاء الله بواحد التنوع عكس ما كان علينا اللي كنا تحفظنا بزاف. دابا ندخلوا على واحد التجربه جديده اللي كامله كتكمن على لي تريونغل والمثلثات، فكنتمناو ان شاء الله تكون مزيانه. فكتشكيله كنشوف بان الاقرب هي هذه. حتى نتوما من عندكم تعطيونا الراي ديالكم والحق انكم تعطيونا التشكيله اللي كتشوفوا 11، فبغيت نشوف الراي ديالكم في القسم ديال التعاليق. ندوزو لتشكيله مثلا ثانيه كبلون بي للتشكيله 11، فلا ما تكونش مزيانه، ما تكونش خايبه عفوا، حتى هي تكون مزيانه. مثلا كثنائيه نشوفها اقرب، كثنائيه مثلا باعوف. هنا نمشيو للبلون بي، باعوف مع الشادي رياض، حكيمي مزراوي بونو ما يتقاصوش، لعاب اللي اصلا كيلعبوا في ما بيناتهم مولفين يلعبوا. حريماتي يجلس في بلون بي يكون سامر المرابط، نائل العناوي ما يتقاش، وممكن انه يكون الزلزولي في البلاصه ديال أناحي ك10 بحال هكا، ما يكونش واحد اختلاف كبير. حتى هذه تكون مزيانه، ما يكونش اختلاف كبير، ولكن كنعطي الاسبقيه للتشكيله الاولى اللي هي اللي توقعت انها تكون.
فحتى هذه التشكيله هي مزيانه. درنا واحد التغييرات اللي مبنيه على 4 اللعابه تقريبا اولا 3، باعوف، مرابط وبلال خرنوس. فدابا عندك تقريبا واحد القاعده مكونه من اللعابه اللي مزيانين اللي ما تقيسهمش الا للضروره. واي لعاب بدلتيه فغتكون انت مرتاح وما عندكش مشكل، في ظل انه اصلا عندنا اللعابه اللي المستوى ديالهم صراحه متقارب، وما يكونش عندنا مشكله ديال تخاف من انه واحد اللعاب تبقى خايف انك تشونجي حيت ما عندكش بديل في نفس المستوى الى اخره. فدابا ما تكونش من طبيعه الحال غادا تكون مزيانه هذه المنافسه والتقارب ديال المستوى ديال اللاعبين ديالنا. نشوفوا الاخوه جوج ديال الاسئله، ناخذ جوج ديال الاسئله ديالكم باش نحبسوا هذا اللايف هذا ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه اللي تكون غدا. فحنا دابا بدينا المواكبه ديالنا للتوقف الدولي في هذه الحلقات هذو، في هذه الحلقه هذه. فمرحبا بكم الاخوه في الاسئله ديالكم. اذا على بركه الله كل واحد يعطينا الراي ديالو. مرحبا بالاراء ديالكم الخوت. واش ريان بونيدا ايكون فهو بدل الجنسيه الرياضيه ديالو ولا رسميا غادي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي الى عيطوا ليه؟ فمزيانه اليوم تعلن بانه راه بدل الجنسيه الرياضيه ديالو ويكون معنا مستقبلا. عدلي راس حربه هذا زكريا، ما نظنش الصراحه الاسبقيه للكعبي يحسن منه، رحيم يحسن منه. فإلا كان عدلي ممكن يكون كبديل، وعدلي خصو يزيد يخدم ويشتغل. الصراحه راه عنده واحد التهديد كبير من يانس بقراوي يقدر يحيدو، وبدرجه اولى من اللاعب عثمان معمى الا باش رجع الفورمه، رجع من الاصابه ولا كيلعب مع واتفورد يقدر يجي ويقدر يحيد محمد وهبي. امين عدلي فخصو يخدم على راسه. ياسين جسيم صابر كيقول ياسين جسيم يقدر يكون كورقه بديله، ممكن انه يكون كلاعب بديل هنا لدياز، ممكن هو جا في البلاصه ديال اخو ماش، ممكن يكون كلعاب بديل كدوبلور لدياز مثلا في الدقيقه 65 70، ممكن انه يكون كشونجمون في البلاصه ديال دياز. هذا هو التوقع ديالي. نشوفوا سؤال اخر. كظن ان وهبي عنده الشخصيه انه يواجه منتخبات كبار من طبيعه الحال، فهذاك الشيء اللي كان موفر عليه هو اللي حمقنا الصراحه في كاس افريقيا. خسر مع جنوب افريقيا وكنا كاملين خايفين وكنقولوا شاكين فيه. انا بصراحه كنت مخلوع وشاك فيه، وكان عندي شك في المستوى ديالو على انه يقدر يدير لنا شي فضيحه كرويه في المونديال. صدمنا كاملين صدمنا في النهائيات ديال كاس العالم للشباب بهذوك اللعابه اللي كيتوفر عليهم مع مدارس كرويه اللي كبيره اللي لعبنا ضدها. فبين بانه عنده واحد المستوى اللي كبير الصراحه. وتا دابا هذيك التجربه الا كانت بنفس الخدمه وبنفس المعقول وبنفس الاختيارات وبنفس العطاء وبنفس الاشتغال على الخصوم، شنو اللي يمنع انه يدير ان شاء الله كاس افريقيا كاس العالم اللي يكون مزيان. شحال من لعاب يقدر يتعيط ليه في كاس العالم؟ واش يقدروا يكونوا لعابه اخرين ماشي من هذه اللائحه؟ غالبا اخويا ما يكونش شي تغيير من غير هذه اللائحه، الا استثناء يقدر يخرج شي لاعب اخر يتالق، شي لاعب الله يستر التبليسه. فغالبا كاس العالم نقدروا نمشيو به بلائحه ديال 25 لاعب ويتكاليفاو مثلا 23 لاعب في اللائحه النهائيه ديال كل ماتش. رحيمي احسن من ايوب الكعبي في الاسلوب وهبي، غير خصو يكون في الفورمه من طبيعه الحال. حتى الكعبي لعاب اللي كيلعب بواحد الطريقه اللي كيبغيها محمد وهبي، اللعاب اللي كيخرج ياخذ الكره، كيخرج يطلب الكره من عند صحابه. فهذاك الاسلوب ممكن انه يكون كذلك كيتماشى مع ايوب الكعبي ومحمد وهبي. نشوفوا علاش الزبيري ما درتيش. انا شرحت في الاول بانه كاين لعابه اللي خلاهم وهبي يمشيو يلعبوا مع الفريق الثاني مع المنتخب المغربي للامل، مع ايت بن يدر اللي عندهم ماتش دابا اللي يقدر يكون سالا مع المنتخب ديال كوت ديفوار، اللي خلى جوج لعابه يمشيو. مشى اللاعب عبد الحميد ايت بودلال، وكذلك مشى ياسير الزبيري اللي كيبلي سبوار. فهذا هو السبب علاش ما حطيتهمش لا من الاختيار